هنعمل الفطير المشلتت بدون فرد، بدون عجن كتير، طريقة سهلة ومفيش أبسط من كده. هنجيب نص كيلو من الدقيق، عليه نص معلقة من الملح وعليه معلقة من السكر، وهعجن وببدأ ان انا احط المية تدريجيا، وتحطيش المية مرة واحدة عشان ما يزيدش معاكي. واهم حاجة ان لازم يكون الدقيق نوعه كويس، وياريت يستحسن لو هو مخصص للفطاير والمعجنات. بتبدأي تعجني بيه لغاية ما تلاقيها كده عملت عرج معاكي وتبقى زي العسل. بعد كده بحطها في بولة، بحط لها شوية زيت كده وبسيبها ترتاح حوالي ساعة الا ربع. شايفين بضغط عليها بلاقيها ان العلامة لسه متسابة، ما تلمتش معايا كده، العجينة ارتاحت وبقت زي العسل. ببدأ ان انا افردها كويس، واهم حاجة تفردي الفطير كويس جدا. تفرديه بقى بالنشابة او عايزة لو تفرديه بايدك براحتك خالص. بعد كده بكون مسيحة شوية سمنة على شوية زبدة، بكون مسيحاهم على النار او يكونوا طريين كده. يعني هي كانت جامدة معايا فسيحتها سيحتها شوية كده على النار، وببدأ ان انا ارجع المها، وكل ما بلمها بحط في ايدي كده شوية سمنة عشان تبقى كلها كده العجينة غرقانة سمنة. لو وصلت لهنا ياريت تشجعيني وتحطيلي لايك، وياريت كومنت حلو كده زي قلبك الحلو. اقتربت بعد صلاة كده المغرب. ببدأ ان انا المها كويس بالطريقة دي وبكفلها كويس خالص. لازم تتأكد ان هي اتقفلت كويس عشان خاطر لما ترتاح ما تتفردش تاني. وببدأ ان انا اقسمها لاربع كور، وبحطها برضو. شايفين واحدة كانت مش مكفولة قفلتها كويس. شايفين بقى ازاي؟ اللهم بارك. بجيب بقى اي طبق وبحط فيه شوية سمنة، وبحط فيه الكور اللي انا قسمتها، وبسيبها ترتاح نص ساعة كاملة. بعد كده بجيب اول كورة انا قسمتها، بعد ببدأ ان انا افردها كويس من الناحية اللي انا قفلاها. بفردها، وطبعا ايدي لازم تكون فيها سمنة. بقفلها وبعملها كورة كده، وبسيبها برضو. بجيبها كده، بجيب صينية بكون دهناها سمنة وهسيبها ترتاح تاني. شايفين اول تاني تقسيمة اللي انا قسمتها، بحط في ايدي شوية سمنة حلوين، وببدأ اني انا ألمها تاني واعملها كورة. ودي اسهل طريقة للفطير بتاعنا. بحطها في صينية وبعدين بسيبها ترتاح حوالي نص ساعة تاني. ببدأ بعد النص ساعة بس ببدأ ان انا افردها بالطريقة دي. وخلي بالك ما تفرديهاش ولا رفيع ولا تخليها سميكة خالص، يعني لو رفعتيها خالص مش هتلاقي فيه طبقات للفطير، هتلاقيها ماسكين في بعض كده ومش حلو. ولو سبتيها مليانة سميكة هتلاقيها ان العجين لسه طري من جوه، يعني مش هتلاقيه استوى معاكي في الفرن. فلازم تلاقيه متوسط، وفي ايدك طبعا شوية سمنة وبتبدأي تفردي. وبعد ما تفرديه برضو بتسيبيه 10 دقايق يرتاحوا، وبعدين بتدهني على الوش شوية قشطة، وبتكوني مسخنة الفرن لمدة نص ساعة كاملين. بتكوني مشغلة النار فيها من تحت، طبعا بنشغل النار بس مش بنشغل الشواية لسه. وبحط الفطير بتاعي، وببدأ ان انا اقلبه كده تدريجيا، يعني اعمله داير ما يدور. اول ما الاقيها ان استوت من تحت، اتحمرت من تحت، بطلعها من فوق وبشغل الشواية، لان هي خلاص بتبقى استوت، محتاجة بس تتحمر. شايفين؟ اللهم بارك. بسيبها تبرد شوية. هنا كان سخن، دي بس اللي كانت يا دوب لسه باردة، حتى ما كنتش عارفة افتحها كويس. الفطير ده مع شوية جبنة بقى ومش اللهم بارك بألف هنا لكل شخص هيجربه ويعمله.